السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تجديد العهد بأن يبقى العراق عزيزا شامخا قويا رغم كل التحديات. فالعراق ليس حدودا على خريطة، بل هو تاريخ عمره الآلاف السنين، وهوية تسكن في قلوب أبنائها أينما كانوا. نعم. نتكلم عن مباراة اليوم ما بين فريقي القرمة وأربيل هناك في ملعب دهوك الذي يستضيف هذا اللقاء طبعا القرمة بالملابس البيضاء بينما أربيل بالملابس الصفراء. أربيل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقرمة طبعا برصيد 7 نقاط، وبالتالي المباراة مهمة جدا، مباراة ال6 نقاط، وأكيد يعني مباراة ليست سهلة على الفريقين. شاهدنا الخطأ لمصلحة محمود خضير. تشكيلة نادي القرمة: محمد حميد في حراسة المرمى، محمود خضير، أيوب مودن، كرار عامر، محمد أبو حشيش، علي محسن، سجاد جاسم، أموري فيصل، مهمل عبد الرضا، علي علوان، والمهاجم أيمن حسين الذي يعود إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب في آخر مباراتين طبعا عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة. بينما تشكيلة نادي أربيل: كميل سعد في حراسة المرمى، هارون زبيدي، على رعد، مامو ديارة، همام طارق، نياز محمد، اكو حزير، كيفن ويليام، معتز دام، مصطفى قابيل، وشير زود، تيميروف، المهاجم الأوزبكي، رفقة صفوف نادي أربيل. طبعا نتكلم عن هجوم أربيل الذي الثنائي الأمامي مصطفى قابيل وشير زود تيميروف، كل لاعب يمتلك 3 أهداف. مباراة ليست سهلة تماما، خاصة يعني نتكلم عن الأسماء الموجودة لدى الفريقين. هنا محاولة تصويب من الأرجنتيني، إعادة مصطفى قابيل الخطير، مصطفى قابيل والمرور إلى تيميروف، لكن هناك راية وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة. شاهد هنا الإعادة، لكن كان متسلل الأوزبكي شيرزوت تيميروف. تلعب محمد حميد الحارس المرمى الذي يلعب مباراته الرابعة كحارس أساسي وكابتن الفريق. مباراة ليست سهلة بالمرة. نشاهد حضور جماهيري كبير هناك في ملعب دهوك، جماهير أربيل حاضرة بقوة من أجل الدعم، وكذلك هناك جماهير من القرمة ومن الرمادي وبقية مدن محافظة الأنبار قدمت إلى دهوك، ترحلت إلى المحافظة الشمالية من أجل مساندة الصقور الغربية. طبعا تبديلات عديدة هنا، التمريرات: أيمن حسين يحاول الضغط على همام طارق، الثنائي الذي سبق وأن لعبها سوية، رفقة القوة الجوية. كرة الآن سجاد، طارت على سجاد، عادت لأكو حزير لمصلحة نادي أربيل. هل كان متسلل مصطفى قابيل أم لم يكن متسلل؟ مر مصطفى، عاد مصطفى، نعم كان متسلل مصطفى قابيل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. أحمد خلف مدير الفني أو مدرب الفريق لنادي القرمة، هنا مصطفى قابيل واضح تماما، نعم كان في موقف متسلل، لاعب منتخبنا الأولمبي ومن قبل المنتخب الشبابي. كلام ما بين محمد حميد وأيوب مودن اللاعب المغربي الذي ثاني تجربة هنا في الدوري العراقي. هنا علي علوان الخطير صاحب الهدفين في مرمى النفط، المباراة الكبيرة. هنا أيمن حسين والمحاولة، لكن يضغط أيمن حسين، محاولة افتكاك الكرة ما بينه، وصلت علوان يحاول المرور، لكن قطعت وعادت من جديد لمصلحة أبو حشيش. تلعب الكرة العالية باتجاه مهمل عبد الرضا الذي لعب اليوم أساسيا. تغييرات كثيرة في تشكيلة أحمد خلف عن المباراة الأخيرة أمام نادي الزوراء. هنا بعد الكرة من الفرنسي المالي مامودو ديارة، نعم يمتلك جنسيتين ومن أصل مالي، لكن هو يمتلك الجنسية الفرنسية. مامودو ديارة، سجاد
إلى علي محسن، تمريرات لمصلحة فريق اليوم هالة وفائق. يغيب عن هذا اللقاء موجود محمود خضير كمدافع يمين. علي علوان بالقرب من أبو حشيش، مرر الكرة من جديد لمصلحة أموري فيصل، أموري إلى أيمن حسين، 1-2 مع أبو حشيش، لكن قطعت عادت من جديد لمصلحة علي علوان. علي علوان بالقرب منه أيمن حسين، نعرف تماما خطورة أيمن حسين في منطقة الجزاء. هنا الكرة الخطيرة، يا الله، مؤمل عبد الرضا، أي كرة ضعت أم أي تألق لكميل سعد حارس مرمى نادي أربيل الذي شاهدناه مع منتخبنا الأولمبي. كميل سعد الذي كان متواجد في هذه اللقطة، لقطة صعبة جدا لكن أبعدها إلى ركنية. أمور فيصل على لعب الركلة الركنية، أمور يأخذ وقته بالكامل قبل لعب الركلة الركنية، تلعب من أموري. هنا الرأسية من أيمن، لكن مرت فوق العارضة للخارج. القرمة صقور الغربية يعلنوها منذ البداية، واضح تماما النوايا بتسجيل هدف مبكر من أجل طبعا أكيد يعني أكيد لخربطة وطبعا إرباك فريق البيل. هنا باسم قاسم نعم يعرف تماما بداية غير جيدة بالمر، واضح تماما، ويطلبونهم الهدوء وعدم الاستعجال. طاقم تحكيمي طبعا الحكم أحمد محمد عسكر، ويساعده حكم مساعد أول سجاد خليل، وحكم مساعد ثاني علي مازن، وحكم رابع ليث فرحان، وحكم الفار أمجد كامل ومحمد لوي. أحمد محمد عسكر. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ نتكلم عن لقاءين سابقين فقط ما بين الفريقين، انتصار للقرمة وتعادل لأربيل. نعم التعادل كان لأربيل هناك في ملعب فرانسو حريري، سجل يوسف بن سودا وعدل فرانك سيدريك، وشهدت طرد المدافع البرازيلي باهية أو هيرنرسون. نعم طرد البرازيلي هيرنرسون. بالسلامة لهمام طارق، مشوار طويل لهمام طارق في الملاعب العراقية وكذلك في الاحتراف، وأيضا مع منتخباتنا الوطنية ابتداء من منتخب الناشئين والشباب والأولمبي والوطني. نعم تاريخ كبير لهمام طارق الذي سبق وانحرز لقب الدوري. هل يريد إعادة إحراز لقب الدوري مع نادي أربيل؟ شاهد جماهير مكتظة. نعم الجماهير تملأ مدرجات ملعب دهوك، بالرغم أن الطرف ليس فيه دهوك أو زاخو وإنما الطرف أربيل، لكن الجماهير حاضرة بقوة من أجل مؤازرة الهوليري الامبراطور الذي سبق وانت سيد كرة القدم العراقية الدوري في مواسم سابقة. نعم أحرز اللقب ب4 مواسم. وهنا خطأ على الأرجنتيني كيفن ويليام، والبطاقة الصفراء الأولى على الأرجنتيني القادم من نادي بيرو نعم البلغاري. هذا هو كيفن. شاهد الإعادة، والبطاقة الصفراء كانت على اللاعب الأرجنتيني، وهنا كان أيضا يعني احتكاك ما بين محمود خضير وطبعا نتكلم عن علاء رعد وموري فيصل. بالسلامة تيمروف يتكلم مع أحمد محمد عسكر. خطأ لمصلحة نادي القرمة، يلعب بالملابس الاحتياطية نادي القرمة بالملابس البيضاء، تلعب الكرة العالية ويحاول علي علوان يضغط، أو مؤمل عبد الرضا الذي أضاع كرة الهدف الأول، لا نقول أضاعها وإنما تألق لكميل سعد بإبعاد الكرة. رمية جانبية محمد أبو حشيش على تنفيذ الرمية الجانبية. محمد أبو حشيش يلعب رمية جانبية لأموري فيصل. أموري تمريرة قطعت، عادت مصعد نادي أربيل، البحث عن الهجوم المرتد. مصطفى قابيل وصلت إلى تيميروف، شيرزود تيميروف الأوزبكي، من همام طارق باتجاه مصطفى قابيل، سباق سرعات ما بين مصطفى قابيل وأيوب مودن، وأيوب مودن أبعد الكرة أيوب مودن إلى الخارج إلى رمية جانبية.
رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. هذا هو أيوب مودن المغربي القادم من نادي الفاس المغربي بعدما انتهت فترة الإعارة مع نادي الشرطة العراقي. نعم، أحرز لقب الدوري مع نادي الشرطة. تمريرة عالية لكن محمد حميد أقرب. حاول اللاعب اكو حزير ان يمرر تمريره باتجاه على رعد، لكن الكره وصلت لحارس المرمى. والان ايضا الكره لكميل سعد من جديد لمصلحه نادي اربيل. على رعد، لكن قطعه الكره عادت لمصلحه ابو حشيش، لمصلحه نادي القرمه. القرمه البحث عن 3 نقاط، سبق وانزار هذا الملعب في بدايه الموسم عندما تغلب على نادي دهوك بهدف مقابل لا شيء. هنا علي علوان يحاول المرور والتمرير، لكن عودة دفاعية ناجحة من تيميروف والذي يحاول المرور، وهناك خطأ لمصلحة الأوزبكي. تيميروف شيرزود سبق وأن لعب مع منتخب أوزبكستان مباراة واحدة فقط. نعم، دخل احتياط. تلعب الكرة الآن لمصطفى قابيل الخطير الذي يتحرك في كل مكان. يحاول مصطفى قابيل، يحاول قابيل، لكن لم تأتي كما يشتهي مصطفى قابيل، الشاب الخطير، الشاب الذي بحث عن كرة الهدف الأول، لكن الكرة لم تطاوعه وذهبت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. نعم، مصطفى قابيل الذي يمتلك 3 أهداف، هدف في مرمى النجف وهدفين في مرمى الميناء. هنا تبديل اضطراري، خروج الكابتن ايمن حسين. سلامات يا ايمن حسين، محتاجيك يا ايمن حسين في مباريات الملحق. نعم، نعرف ان هذا هو الدور، وبعد هناك توقف الفيفا، ايام الفيفا، ومحتاجين ايمن حسين الصراحه في مباراه الملحق امام اندونيسيا وامام المنتخب السعودي. قبل دقائق اعلن مدرب المنتخب الوطني الاسترالي جراهام القائمة التي سوف تخوض مباريات الملحق. بالتوفيق لجميع اللاعبين. كرة الآن يحاول موري فيصل، مرة موري، لكن الكرة خرجت إلى الخارج. السلام الأيمن حسين، شاهد وضع الثلج على العضلة الخلفية للساق الأيمن. السلام الأيمن حسين والسلام لجميع الموجودين. أتمنى أن لا تكون هذه الإصابة طبعا تحرمنا هذه الإصابة من أيمن حسين في مباريات الملحق. أيوب مودن، تمريرة إلى أبو حشيش، محمد إلى مور فيصل مجددا لمصلحة فريق القرمة. تمريرات قصيرة بحثا عن مساحة، بحثا عن ثغرة من أجل المرور إلى الأمام بوجود طبعا المثلث الهجومي مؤمل عبد الرضا الآن وعمر عبد مجباس وكذلك علي علوان. الكرة العالية رأسية والإبعاد من أيوب مودن، رأسية ديارة، أقرب له محمود خضير الذي يلعب أساسيا في هذا اللقاء. محمود خضير لم يشترك محمود خضير في أي مباراة سابقة مع نادي القرمة. تكلم عن هذا الموسم اللي يلعب مباراته الأولى محمود خضير. نعم، موجود هلا وفاق الذي لعب 3 مباريات في طبعا 3 مباريات كلاعب مدافع يمين وبشكل اساسي. اليوم محمود خضير بغياب هلا وفاق. اكيد دكه بدلاء قويه لنادي القرمه، دكه بدلاء قويه وتشكيله اساسيه ايضا متميزه. هنا على علوان بالرأس لعمروش، لكن الابعاد، ابعاد الكره من المدافع انياس محمد. الوضع على الصوره كابتن الفريق انياس. لعبة الرمية الجانبية، يحاول الآن سجاد، هل يصوب سجاد؟ تصويبه من سجاد وكميل، أخطأ كميل وكانت متابعة من عمروش، لكن كميل يصحح خطأ. التصويبه من سجاد جاسم. نعم، هو الذي صوب من هذه المسافة البعيدة، وكميل سعد كاد أن يخطأ. نعم، هو أخطأ لكن صحح خطأ ولحق بالكرة قبل أن يصل إليها اللاعب عمر عبد مجباس الذي دخل قبل قليل بديلا لأيمن حسين. ديارة، مامودو الفرنسي إلى همام طارق، تلعب الكرة إلى شيرزود الأوزبكي. تيميروف يلعب الكرة الأوزبكي، هناك
باتجاه على رعد إلى نياز مجددا. يحاول نادي أربيل أن يبني اللعب من الخلف، ضغط عالي من أيوب مودن على شيرزود. ديارة عالية رأسية من أيوب مودن، قطعة الكرة سجاد وبالسلامة للأوزبكي شيرزود تيميروف. خلاص أوزبكستان وصلت إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. الكرة المشتركة التي كانت مع كيفن ويليام وليس تيميروف. الكرة المشتركة شاهد أو اللاعب معتز زدام، اللاعب التونسي القادم من نادي مودرن سبورت من الدوري المصري، 24 سنة، لديه جولة هناك مع فالميرا البرتغالي أحد أندية الدوري الدرجة الثانية، وأيضا لعب مع الترجي هناك في الدوري التونسي، وكذلك لعب في الدوري المصري مع البورسعيد المصري ومودرن سبورت، ومن ثم في هذا الموسم ينتقل إلى نادي أربيل. معتز زدام، السلام لمعتز، وأيضا الأوزبكي المهاجم الأوزبكي صاحب الثلاث أهداف. رمية جانبية تلعب المصطفى قابيل، روح رياضية كبيرة. عاد الكرة لفريق القرمة، أكيد أهم شيء الروح الرياضية. كرة الآن محمد أبو حشيش يلعب الكرة العالية باتجاه عمروش، رأسية والإبعاد من إنياز، وهناك خطأ لمصلحة إنياز محمد مع طبعا بعد الكرة المشتركة مع عمروش مع عمر عبد مشباس، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي أربيل. 20 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين أربيل والقرمة. تقارب كبير بالمستوى ما بين الفريقين حتى على مستوى النتائج، لكن أربيل الغلة الهجومية الغلة التهديفية أفضل من نادي طبعا القرمة. نعم القرمة سجل 3 أهداف فقط، بينما أربيل سجل 6 أهداف. أما طبعا فريق القرمة دفاعيا أقوى من فريق أربيل، استقبل هدف وحيد، بينما نادي أربيل استقبل 3 أهداف. ديارة يلعب الكرة العالية الطويلة، أقرب لها أيوب مودن، ورأسية من تيميروف إلى الخارج. ماذا هناك؟ رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. محمود خضير، موسم آخر محمود خضير مع فريق القرمة. رمية جانبية، أمور فيصل يحاول من جديد إلى أمور فيصل، وإبعاد الكرة. لغاية الآن مباراة شاهدنا فقط الدقائق الأولى جيدة، بينما الدقائق التي مرت بعد الدقائق الأولى الجيدة شاهدنا طبعا انخفاض على مستوى الأداء، لا وجود المحاولات، لا وجود الفرص، لعب محصور في وسط الملعب، الكرة دائما ما تكون خارج الملعب، ركلة مرمى أو رمية جانبية. يعني توقعنا أن يكون الأداء الأفضل، خاصة بوجود يعني الهجوم القوي لدى الفريقين. بالسلامة لمصطفى قابيل، لعب الكرة للخارج يا سجاد، لعب الكرة للخارج بالسلامة لمصطفى قابيل الذي يعاني من إصابة، وهذا التونسي معتز زدام. بالسلامة لمصطفى قابيل بعد الكرة المشتركة مع محمود خضير. يعني لغاية الآن نتكلم عن مرور 22 دقيقة، يعني شاهدنا أكثر من مرة، يعني هذه الحالة الرابعة بسقوط لاعب على أرضية الملعب. يعني شاهدنا مصطفى قابيل، ومن قبله معتز زدام، وأيضا كيفن ويليام، وكذلك طبعا لاعب نادي القرمة أيمن حسين أيضا الذي خرج إلى خارج الملعب وتم استبداله بعمر عبد مشباس، وذلك طبعا يعني على ما يبدو الإصابة لم يشفى من الإصابة بصورة كاملة. رمي جانبية
مصطفى قابيل يبحث عن تصويب لكن اصطدت، عادت الى معتز تمريره للخلف الى اكو حزير، تمريره في جهه اليسار لهمام طارق، همام طارق يلعب الكره العاليه، هنا الراسيه مرت من امام تيمروف، وكيفن ويليام سيغاس يتكلم مع تيمروف يقول له لماذا لم تترك الكره لي. على العموم التفاهم كان غائبا في اللقطه الماضيه ما بين تيمروف وكيفن ويليام، ما بين الاوزبكي وايضا الارجنتيني. ايضا سقوط اخر على ارضيه الملعب، نتكلم عن 24 دقيقه وسقوط اخر. السلام لعلي محسن. علي محسن، هل هناك تبديل؟ نقاش ما بين احمد خلف ووسام طالب. طبعا وسام طالب الذي كانت لديه معايشه مع نادي اتلتيكو مدريد مع المدرب سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد، لكن سيميوني على ما يبدو هذا الموسم تخلص من النزعه الدفاعيه وبدا طبعا بدا بالهجوم، وشاهدناه يعني سجل اتلتيكو مدريد في مرمى ريال مدريد 5 أهداف، وايضا سجل 5 أهداف في مرمى انتراخت فرانكفورت في دوري ابطال اوروبا. تكلم عن المعايشه الذي كانت للكابتن وسام طالب مع سيميوني هناك في اتلتيكو مدريد. وهنا طبعا نشاهد ايمن حسين، وايضا يعني علي حسين على ما يبدو لا يستطيع اكمال هذا اللقاء، ايضا يتم استبداله علي محسن، ان يكون تبديل اضطراري اخر لفريق القرمه. احمد عسكر يامر باستئناف اللعب مجددا. 25 دقيقه احبتي مشاهدي قنوات شبكه اعلام العراق، والتعادل السلبي لغايه الان، مباراه لغايه الان طبعا يعني توقعنا يعني في ظل هذا الحضور الجماهيري وكذلك القوه الهجوميه المتواجده لدى الفريقين، توقعنا ان يكون المستوى افضل وخاصه على المستوى الهجومي. يعني شاهدنا الاداء محصور في وسط الملعب، اكو عزير، اكو مع الكره الى هارون سبيدي اللاعب اليماني، هارون تلعب الكره العاليه الطويله من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف اول لنادي اربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد، خروج غير موفق واستغلال من الاوزبكي. تيمروف يستغل خطأ محمد حميد ليسجل اول اهداف اللقاء. نعم، خطأ فادح من محمد حميد صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة، لكن اليوم يخطأ، واي خطأ، وامام من؟ امام مهاجم هداف هو الاوزبكي شيرزاد تيمروف. شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الاسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الاول. شاهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه اكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب ان يحسم الامور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد الاعادة من اكثر من زاوية، وصرخة الهدف من تيمروف الذي يعتلي صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف. هدف في الدقيقة 26 يا سيد المخرج وليس الدقيقة 27. هدف أول لمصلحة نادي أربيل. المباراة الآن سوف تأخذ منحنى آخر، هنا الرأسية والإبعاد، هنا التصويبة من مسافة بعيدة لكن إلى الخارج من على رعد الذي يحاول أن يصوب من مسافة بعيدة. ومحمد حميد، أي خطأ ارتكبته يا محمد حميد. بالسلامة للاعب نادي دهوك، هذا هو كميل سعدي الذي لعب الكرة. نعم هو صاحب الاسيست، هو صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأول لنادي أربيل. أول هدف من صناعة حارس المرمى في دورينا سوف يكون لكميل سعد. رياض الجولة الرابعة من دور نجوم العراق،
شاهدنا مباراة الكرك والنفط، هدفين مقابل هدفين. وأيضا في نفس وقت هذا اللقاء هناك مباراة الطلبة ودهوك، وتستأنف مباريات الجولة الرابعة يوم غد إن شاء الله، الغراف والقاسم، زاق ونوروس والكهرباء والشرطة. وتختتم بعد طبعا يوم الأحد إن شاء الله الموصل وديالى، مباراة بغداد ونفط ميسان، الزهراء والقوة الجوية والميناء والنجف. كلاسيكو وديربي كرة القدم العراقية ما بين الزهراء والقوة الجوية. يحاول الآن القرمة، هل هناك ردة فعل؟ وهناك خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على نادي أربيل تحديدا، بطاقة صفراء بعد إعاقة للاعب. والحكم نعم سوف يشر البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء الثانية. نعم بطاقة صفراء على اكو حزير، البطاقة الثانية على نادي أربيل، أولى بعد طبعا كيفن ويليام سيغاس الأرجنتيني، والآن البطاقة الثانية على اكو حزير بعد شاهد مسك واضح من اكو حزير على مؤمل عبد الرضا. نياز محمد يتكلم مع الحكم، لكن بطاقة صفراء مستحقة. هل نشاهد ردة فعل لفريق القرمة خلال الدقائق التي سوف نشاهدها الآن؟ أمور فيصل على لعب الكرة الثابتة، أمور فيصل صاحب تصويبات قوية، أمور فيصل قادم من نادي الكهرباء لاعب منتخبنا الأولمبي. توجيهات من كميل، أموري فيصل، أموري يلعب الكرة العالية، هنا المحاولة، كرة ضاعت من كرار عامر، كيف ضيعتها يا كرار؟ كرة بمواجهة المرمى، بمواجهة هذا الحارس كميل سعد، لكن طاح بها بعيدا عن مرمى أربيل. كرة التعادل ضاعت على القرمة، ضاعت على الصقور. شاهد الكرة، هل كان متسلل أم لا؟ هل كان متسلل أم لا؟ ماذا تفعل يا كرار عامر؟ نعم ما زلت ترتدي زي المدافع وليس زي المهاجم. هذه الكرة تحتاج إلى مهاجم، تحتاج إلى قناص من أجل تسجيل هذه الكرة. من جديد مصلحة نادي أربيل، همام طارق لم تصل لما تزدام، من جديد لمصلحة نادي القرمة، يحاول القرمة لكن يضغط معتز، والكرة للخارج، رمية جانبية بعدما لعبها التونسي معتز صدام، والكرة اصطدت بلاعب نادي القرمة إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. همام طارق إلى مصطفى قابيل، مصطفى قابيل يحاول المرور، لاعب يمتلك المهارة، يبحث عن ركنية لكن لا وجود للخطأ. الحكم قريب، من جديد عادت إلى مصطفى قابيل، يحاول مصطفى وصعبة، ثنائي متفاهم، مصطفى قابيل وتيميروف الأوزبكي والعراقي لاعب منتخبنا الأولمبي، واللاعب الأوزبكي نعم تفاهم. ودائما ما نشاهد مصطفى قابيل وتيميروف قريبان من بعضهما البعض. نياز محمد يتكلم مع اللاعبين، افتحوا العيون من أجل التركيز، من أجل عدم إعطاء فرصة لفريق القرمة أن يعود إلى التعادل. هذا هو لسان حال نياز محمد الكابتن والقائد. رمي جانبي الآن لمصلحة نادي القرمة، يحاول نادي القرمة كرار إلى علي محسن يحاول المرور، علي تمريرة هناك لعلي علوان، الغائب تماما، علي علوان غائب تماما عن أحداث الشوط الأول لغاية الآن. هذا هو الأردني، أخطر لاعبين نادي القرمة، هداف نادي القرمة. يعني علي علوان خطورته بالقرب من منطقة الجزاء عندما يذهب، يعني هناك على الخط الجانبي تقل خطورته كثيرا. هذه جماهير نادي أربيل، جماهير الأوليري، من أجل المساندة والتشجيع على رعد. وهنا الحكم أحمد عسكر ينبه على رعد، يجب أن تلعب الرمي الجانبي من مكان خروجها، تلعب من على رعد، عالي باتجاه تيميروف، قطعت عادت لمصلحة القرمة، كرار تمريرة لعمروش، قطعت لمصلحة فريق القرمة مجدد، من جديد للقرمة. عودة لاعبين نادي أربيل إلى الخلف من أجل الدفاع. يحاول الآن سجاد إلى مؤمل،
محمود خضير، أيوب مودن تمريرة لعمروش، عمروش لعلي، تمريرات قصيرة قطعت ما خاطئة لمصطفى قابيل، مصطفى يحاول بفرق السرعة لكن قطعت صعب جدا المرور من أمام كرار عامر وأبو حشيش. المدافعان يمتلكان بنية طبعا قوية جدا. أموري فيصل، تمريرة طويلة باتجاه مؤمل عبد الرضا، مؤمل استلام للكرة، مؤمل مع همام طارق، وهناك خطأ لمصلحة مؤمل عبد الرضا. موسم ثاني مع فريق القرمة مؤمل عبد الرضا، المباراة الأولى له كلاعب أساسي. مؤمل عبد الرضا اشترك في مباراة واحدة سابقة فقط كلاعب احتياط، كانت في المباراة الأولى أمام نادي دهوك هنا في هذا الملعب الذي فاز بها القرمة بهدف مقابل لا شيء. هذا هو همام طارق منتخبنا الوطني السابق. محمود خضير يلعب الكرة، يحاول عمروش، نعم استلم الكرة عمر عبد مجباز من جديد لأبو حشيش إلى سجاد بالقرب من علي علوان، استلم الكرة على علوان إلى أبو حشيش، 1-2 مع علي علوان، لكن تغطية موجودة من اليماني هارون زبيدي، يمتلك الجنسيتين الأمريكية واليمانية، سبق وأن لعب هناك في الدوري إحدى الولايات الأمريكية مع نادي وستشيستر فليمز الأمريكي، وأيضا لعب مع نادي الوحدة وفحمان وكذلك مع نادي الحال البحريني. أمور فيصل، 10 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول، هل يعود القرمة ويعدل النتيجة أم يبقى أربيل متقدم أو يضيف هدف ثاني؟ إبعاد للكرة إلى الخارج إلى رمية جانبية، هو محمود ديارة اللاعب الفرنسي قلب دفاع فريق أربيل الذي يلعب بثلاث قلوب دفاع في مباراة اليوم، نياز محمد وهارون زبيدي ومحمود ديارة. أيوب مودن، أسد الأطلس إلى كرار عامر، سجاد، دفاع متقدم من فريق أربيل، لوق دفاعي إلى الأمام من الرأسية والإبعاد من نياز، كرة العالية أقرب لمحمد حميد الذي يخطأ بهدف أربيل، يعني خطأ يعني صعب جدا أن نتوقعه من حارس بقيمة محمد حميد. كرار يلعب الكرة لمحمد حميد، مصطفى قابيل يضغط، لكن محمد حميد يلعب الكرة الطويلة باتجاه عمروش، رأسية عمروش، لكن هارون زبيدي برأسه للحارس كميل سعد. نادي القرمة شاهدنا الهجمة الخطيرة التي أضاعها مؤمل عبد الرضا أو تألق بها الحارس كميل سعد، هنا التمريرة الحق بها صعب جدا على رعد إلى الخارج، رمية جانبي، هذا هو كيفن ويليام سيجاس الأرجنتيني. كرار تيبروف قطع الكرة على الكرار، مرة الكرة الأرجنتيني، سيجاس يلعب الكرة العرضية وركلة مرمى إلى الخارج من الأرجنتيني سيجاس. محمد حميد لعب ركلة المرمى محمود خضير، محمود يضغط همام طارق، خطأ على همام طارق يلعب كمدافع يسار، لاعب يستطيع اللعب بأكثر من مركز. يعاد تنفيذ الخطأ من قبل الحكم أحمد عسكر، هذا همام طارق. التبديل اضطراري، خروج الأرجنتيني سيجاس ودخول اللاعب اسفين منصور. خروج الأرجنتيني سيجاس، أيضا تبديل هنا عمر عبد المجباز، عمروش مع الكرة، عمروش يلعب الكرة، اصطدت بأمام طارق، تغطية موجودة من إنياز محمد يلعب الكرة الأمامية
وسط مصطفى قابيل بالراس الى تيميروف، ثنائي متفاهم، نعم ثنائي متفاهم مصطفى قابيل وتيميروف كأنهما يلعبان منذ سنوات. قابيل يحاول، مصطفى يحاول، تصويبه من مصطفى، عادت من جديد إلى قابيل، قابيل ما زال يحتفظ بالكرة، يحتفظ بالكرة بصورة جيدة، ضغط من لاعبين من لاعبي نادي القرمة وهو يحتفظ بالكرة، طالت على قابيل والكرة إلى الخارج، إلى الخارج، إلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة فريق القرمة. أحمد عسكر، باسم قاسم صاحب 3 ألقاب مع 3 أندية مختلفة، مع دهوك ومع الزوراء ومع القوة الجوية. هل يستطيع تحقيق لقب مع نادي أربيل؟ صعب جدا، صعب جدا. يقول الآن زفير منصور، باسم قاسم لم يعطي سيغاس، طبعا هل كان بسبب الإصابة أم بسبب فني؟ هذا التبديل المبكر بالنسبة للسيد باسم قاسم. شاهدنا تبديلين، تبديل للقرمة، خروج امير حسين ودخول عمر عبد مجباس، وايضا الان خروج سيغاس الارجنتيني كيفن ويليام سيغاس ودخول زفين منصور. زفين منصور هذه المباراة الرابعة له، مباراتين لعبه كأساسي ومباراتين دخل كلاعب احتياط. المباراة السابقة كانت امام الكهرباء ايضا دخل كلاعب احتياط، لكن امام الميناء وامام النجف كان اساسيا. همام طارق قطع الكرة، همام يحاول لعب الكرة لكن اصطدت محمود خضير الى الخارج، رمية جانبية. 5 دقائق أخيرة على نهاية أحداث الشوط الأول وتقدم فريق أربيل على نادي القرمة. أيضا رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي أربيل. هدف نادي أربيل خطأ كان محمد حميد، أتى في الدقيقة 26. تيميروف صاحب هو هذا الهدف الوحيد الأوزبكي الذي يرفع رصيده إلى 4 أهداف، سجل في مرمى في مرمى النجف وفي مرمى طبعا الميناء. تيميروف، همام طارق يلعب الكرة العالية، همام طارق أقرب لمحمد حميد، لا وجود الزيادة العددية بالنسبة لفريق أربيل في هذه العرضية. تلعب محمد حميد، خاطئة، قطعت في وسط الملعب، يحاول اكو حزير، قطعت، عادت إلى معتز زدام، زدام لعلى رعد، على رعد إلى زدام مجددا. هناك خطأ لمصلحة نادي أربيل، خطأ على أبو حشيش، أبو حشيش المنتقل من نادي زاخو إلى نادي القرمة، لاعب المنتخب الأردني الذي كان من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة الأردنية التي وصلت إلى كأس العالم 2026، وإن شاء الله منتخبنا سوف يصل أيضا إلى كأس العالم 2026. الطاقم التدريبي خلف وسام طالب وأيضا مدرب اللياقة. تلعب من على رعد إلى صدام والكرة، هناك خطأ على رعد، هذا الواضع على رعد، مدافع يمين سبق اللعب مع نادي الزوراء. خطأ الآن كرار عامر على لعب الكرة، يلعب الكرة العالية كرار باتجاه علي علوان، رأسية هارون زبيدي وابعاد وتشديد الكرة من مامادو، وكرار عامر الى الخارج، رمية جانبية. لغاية الآن فريق القرمة شاهدناه فقط في ال10 دقائق الأولى وبعدها لم نشاهد خطورة القرمة. نعم كانت هناك محاولات، فقط الكرة الثابتة التي كانت خطيرة لكرار عامر الذي لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة وأطاح بالكرة عالية. على رعد يلعب رمية جانبية لمعتز دام، قطعت من أبو حشيش، أبو حشيش يحاول المرور إلى علي علوان، قصيرة، زفين منصور، تمريرات لزفين منصور، 1-2 معاكو عزير، لكن قطعت، عادت لمصلحة نادي القرمة. محمود خضير أمامية لمن؟ أقرب إلى مامادو ديارة إلى زفين منصور إلى همام طارق، الخروج بالكرة بصورة جميلة، همام طارق يحاول 1-2 مع تيميروف إلى همام طارق، لا وجود للتسلل، همام يبحث عن تصويبة لكن بأحضان الحارس
بيحضن الحارس محمد حميد، لكن هناك راية وتسلل على من؟ هل كانت اللقطة الأولى ما بينهما وتيميروف أم؟ نعم، تيميروف كان متسلل في هذه الزاوية، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. لكن الخروج بالكرة بصورة جميلة كانت من لاعبين نادي أربيل. أيوب مودن إلى كرار، هناك لدى مدافع اليسار أبو حشيش، محمد أبو حشيش. صعوبات كبيرة على المستوى الهجومي لفريق القرمة خلال الشوط الأول. يعني فريق أربيل غلق جميع المنافذ أمام لاعبي نادي القرمة، إلا إذا كان هناك حل من قبل علي علوان. هنا التمريرة وراسية، يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان. وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل، ومؤمل أي رأسية، وضعها في الزاوية الصعبة على كميل، ويضع كرة الهدف الأول، كرة التعادل. وهنا جماهير القرمة، جماهير صقور الغربية التي ارتحلت وحلت هنا في ملعب دهوك. شاهد تمريرة علي علوان، يا الله على التمريرة. أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية، ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. يعدل الآن بالنسبة فريق القرمة، يعدل في الدقيقة 44 قبل الذهاب إلى غرف تبديل. نعم، إلى غرف تبديل الملابس. يعدل نادي القرمة بعد تمريرة جميلة من علي علوان. وضع كرة جميلة، الله على أسس من علي علوان خلف الدفاعات، ومؤمل عبد الرضا رأسية وضعها في زاوية صعبة على كميل سعد. كم الوقت؟ هل ثلاث دقائق؟ نعم، 3 دقائق. 3 دقائق كوقت مضاف. هنا التمريرة، تغيير اللعب على جهة اليسار، يحاول نادي القرمة هل يقلب الأمور، لكن أمام طارق هذه المرة متفطن، وابعد الكرة. عادت الآن إلى تيميروف الخطير، تيميروف إلى مصطفى قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول! هدف جميل ولا أروع. أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية. كيف شاهدت معتز صدام؟ كيف شاهدت التونسي يا مصطفى يا قابيل؟ كيف لعبت الكرة بهذه الطريقة؟ ومعتز أكيد يقبل الهدية من قابيل. أي هدية، مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى ومعتز وضعها في الشباك، صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف باسمك، يا الله على أسيست. مباراة التمريرات الحاسمة، مباراة التمريرات الجميلة. شاهدنا تمريرة جميلة من علي علوان، والأجمل من مصطفى قابيل. أي تمريرات حاسمة في الشوط الأول. أربيل يتقدم مجددا على حساب القرمة 2-1. نعم، همام طارق الذي ابعد الكرة، والكرة أصبحت هجمة مرتدة منظمة من تيميروف إلى قابيل، وقابيل وضعها بصورة جميلة لمعتز صدام على طبق من ذهب، ومعتز صدام لعب الكرة، والكرة ذهبت داخل الشباك القرماوية ليعلن الهوليري عن تقدم جديد على حساب القرماوي. 2 أربيل 1 القرمة، وأحمد عسكر يتأكد من صحة الهدف. هل كانت هناك لقطة؟ هل كان هناك تسلل؟ الهدف صحيح 100%،
نعم يا أحمد يا عسكر، وأربيل يتقدم. أي دقائق أخيرة من الشوط الأول مجنونة. هنا علي محسن، علي محسن يلعب لسجاد، سجاد لعلي محسن مجددا، يحاول التمرير لكن مامادو ديارة بالقوة الأفريقية بالصلابة الدفاعية أبعد الكرة، عادت لمصلحة زيفين، زيفين إلى ديارة إلى مصطفى قابيل، تيميروف. الله 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 على المتعة والروعة. ديارة أيضا يساهم بالهجوم، وصلت هناك إلى معتز صدام، معتز مع الكرة باتجاه على رعد المتقدم. هل هناك خطأ ماذا؟ نعم هناك خطأ، هناك خطأ ركلة مرمى. بالسلامة، كانت هناك كرة مشتركة، هل حسبها أحمد عسكر خطأ أم ركلة مرمى؟ نشاهد نعم الاحتكاك موجود ما بين أبو حشيش بالرقم 2 وعلى رعد أيضا بالرقم 2 ما بين نعم ركلة مرمى. لا وجود للخطأ، لا وجود للخطأ. هدف طبعا يعني أهداف جميلة، أهداف جميلة، والتمريرات الحاسمة أجمل، التمريرات الحاسمة أجمل. هنا الرأسية والإبعاد، هنا الرأسية والإبعاد. سجاد إلى أموري فيصل من جديد، يحاول أموري مع الكرة إلى سجاد، سجاد تمرير وتغيير اللعب هنا في جهة اليمين. دخلنا الدقيقة 5 من الوقت المضاف على أحداث الشوط الأول. هنا لمسة جميلة علي محسن، علي محسن إلى عمروش لكن إبعاد، إلى إبعاد. وهنا أحمد عسكر ينهي أحداث الشوط الأول بتفوق فريق أربيل على القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. سجل أهداف أربيل تيميروف ومعتز صدام، بينما هدف القرمة سجله مؤمل عبد الرضا. حبة المشاهدين الصراحة قصيرة، ونعود لكم مجددا، لا تذهبوا بعيد. أربعة مخالفات نادي النجم مقابل مخالفتين خطير. جول 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 أول يأتي في اللقاء. ثامر الصالحي يسجل هدف الأول في هذه المباراة، اهتزت شباك النجف. سجل ثامر الصالحي جول في غفلة، في غفلة من دفاعات النجف. سجل ثامر الصالحي بكرة رأسية، جول. أكيد أفرح جماهير ديالى، أفرح كل من يشاهد المباراة. الله 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 الله، وضحى بإتقان على يمين حارس المرمى. شوف هذه الكرة بالراس، الله الله، بشكل رائع جدا، وفاجأت حارس المرمى ايضا بغفله، ايضا من طبعا من دفاعات نادي النجف بسوء رقابه، ولكن بشكل رائع جدا سجلها. سجل ثامر الصالحي الهدف الاول. التسديدات المباشره على الخشبات الثلاث. هنا تمريره خاطئه والهدف الاول للصقور. الله 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 الله، حلق أيها الصقر ولا تبالي. بعد كل سقوط هنالك نجاح. القوة الجوية، العريق، هنا التاريخ، هنا العراقة، هنا الحارث حاتم للمباراة الثانية يسجل، للمباراة الثانية على التوالي. خطأ فادح يستغله هنا الحارث حاتم. الله 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 الله، شوف التمريرة الخاطئة التي قدمت على طبق من ذهب. الحارث حاتم هو تركها لكن عاد للمتابعة. جول 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 جميل جميل جدا لأبناء القوة الجوية.
هنالك نعم الأخطاء، وهنا المفاجآت، وهنا الحارث حاتم يسجل أول أهداف اللقاء بالنسبة للقوة الجوية. هنا الصقور بدأت بالتحليق، هنا الاحتفالية. نعم الحارث حاتم يجب الاحتجاج. المدرب هو من يمتلك الصلاحية الكاملة، وهنا أمجد عطوان. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. أمجد عطوان عاد من الحرمان ليسجل هدف عالمي 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 لأبناء الخابور. يعرفون طريق المرمى جيدا، وأن لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى فاعتبروها هنا الجولة الأولى. أمجد يا أمجد، أمجد يا أمجد، الله عليك يا أمجد. قدم يمينية قوية قوية باغتت حارس المرمى محمد صالح، وبذلك هدف التعديل. هدف التعديل. أبناء الخابور حتى وإن غابت جماهيره فهم على قدر المسؤولية، وهذا ما ترجم أمجد عطوان وسجل هدف ولا أروع في مباراة الأولى بعد العودة من الحرمان. ديبوتي يتركها الآن. الله 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 الله. جول اليمني من اليمن السعيد ناصر محمدو يسجل ثاني الأهداف ويقلب الطاولة على القوة الجوية. الله 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 الله، سيمفونية تعزف بأقدام لاعبين أبناء الخابور. هدف يدرس، هدف جميل. تمريرة محمد علي عبود التغيير الناجح، تمريرة ولا أروع لمحمد ياتارا، قال له تفضل سجل لناصر محمدو. وهدف ثاني. شوف هل هنالك راية، هل هنالك تسلل؟ ننتظر ونشاهد. تمريرة ذكية ولا أروع، لم يكن أنانيا محمد ياتارا، وناصر محمدو يسجل الثاني. شوف التغييرات ماذا صنعت، ماذا قدمت يا وسام رزق. هي بدأت من محمد علي عبود الذي شارك قبل دقائق، وانتهت بالبديل الآخر آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. الله، يقتنص الهدف الأول، يقتنص الهدف الأول والأسبقية الكرخ في لحظات دفع فيها وميض منير بالأسماء وعناصر الخبرة لإنقاذ الموقف. يعطي الأسبقية اللاعب من هناك محمد، يقتنص محمد خالد كوفي أمام فريق السابق في كرة لم تكن على البال والحسبان. نعم، حتى أنا شخصيا توقعت بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها. من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية اللاعب محمد خالد كوفي في كرة مباغتة مفاجئة للجميع، مفاجئة. نعم، على الرغم من قصر قامة الجزاء للهدف الأول للقاسم، ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات. والهدف الأول لمصلحة القاسم في هذا الموسم وفي هذا اللقاء يعادل حيدر عبد الرحيم في وقت مثالي وفي زمن مثالي وفترة مثالية يحتاج بها فريق القاسم. نعم، أن يجمع شتاته وأن يستعيد سيطرته وأن يعود للمنافسة من جديد. نعم، فريق نادي القاسم يدون هدف التعادل. محمد شاكر في جهة وكرة حيدر كرة التعديل في جهة أخرى. يدون القاسم هدف التعادل. نعم، وهذه النظيفة أمام نادي النفط. الله، والثاني الغلفار هدف أول، وعاد من هناك للتسجيل حيدر يسجل، حيدر يظهر، حيدر يدون، ولكن الفار أيضا ربما له رأي آخر، أو يونس نعم غني، ولكن حيدر ويونس. وفي النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة
شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب؟ لامسها اللاعب محمد خالد كوفي. محمد خالد كوفي نعم يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها وكانت بمتناول وليد نعم وليث معا يتصدى، لكن تدخل تقتحم وتسجل الهدف الثاني لمصلحة الكرخ. الهدف الثاني لمصلحة. سنتحدث بعد هذه الكرة. محاولة خطيرة. الله، جول لفرسان المملكة. هدف 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 عن طريق النيجيري ماثيو وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط بيسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة. حسين طالب عملية تحرير هذه المرة. شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة. لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفنان رستم، وجول لنادي نوروز. هدف التعديل، يعدل أسر رستم، يعدل الكابتن لنوروز. وواحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. أسر رستم هذا بالمناسبة هدف الثاني في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفيا لآسو في كل جولة هدف لغاية الآن. سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا. وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية، وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة. التعديل لنوروز حبايب بالواحد لغاية الآن. تقدم ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن. ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف. علي لطيف بهدف ثاني ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا تأخر، وبالتالي علي لطيف. وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هذه شاكر، وبالتالي بقلق. لذلك عاد كل الفرقة إلى الخلف بغية تنظيم الخطوط. وهنا الكرة خاطئة. يا قابيل الله يا قابيل. الإمبراطور هنا يظهر من جديد بالوجه الجديد بالشكل الجديد. أربيل يضرب من جديد، ومصطفى قابيل بعد خطأ لا يغتفر من المدافعين يكسر كل الخطوط، يسجل من جديد ويظهر من جديد ويضيف هدفا جديدا لأربيل. فرحة في القلعة، فرحة في كل مكان في صلاح الدين، في كل أماكن أربيل. يأتي أربيل
قابيل ليسجل الهدف. والجنرال هنا على عكس المسرى، على عكس الاتجاه. ظننا أن الجميع في مناطقهم، ولكن هذا الرجل اختبأ في مناطق الميناء، أخذ كرة من المدافعين. لاحظ هنا السس بنيران صديقة، من أين أتيت يا قابيل؟ من أين جئت يا قابيل؟ إعبادي راح، إعبادي مر منه قابيل ووضع الكرة في مرمى علي. هذه الكرة، وأي مدافع يفعل كل هذا يا مجتبى علي؟ ماذا فعلت يا مجتبى علي؟ ماذا صنعت يا مجتبى علي؟ وأي خطأ ارتكبت؟ هنا خطأ كبير، هنا صناعة جميلة، هدف وتمرير على طبق من ذهب، مر من خلالها قابيل، فتح زاوية لتسجيل هدف، وضع الكرة في مرمى علي عبادي. والهدف الأول يأتي في الدقيقة 26 لصالح فريق أربيل. هذا الرجل موجود، يقول أنا حاضر، أنا موجود. لكن البوادر حتى الآن ليست هي البوادر، بينما كرة تلعب للثانية لعيب، للثانية حريف، للثانية ممتع، للثانية مستقبل الهجوم. يسجل الهدف الثاني ويلمع بين النجوم في سماء البصرة. الهوليري الأربيلي المعروف مصطفى قابيل يسرق كرة ثانية من علي عبادي، والمصائب على لؤي صلاح لا تأتي فرادا. استمتع في لعبة البلاي ستيشن وسجل الأهداف على الطريقة الجميلة. الجنرال عمل العمايل، الجنرال يعمل انتفاضة هنا، يواصل التقدم، وأربيل يسجلون الهدف الثاني. يأتي الهدف الثاني للإمبراطور، كرة ذهبت وانتظروا. مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا ونعود معكم مع الشوط الثاني مباراة نادي أربيل والقرمة. بعدما تركنا الشوط الأول فيه الكثير والكثير من الأحداث، وفيه أيضا 3 أهداف. نادي القرمة في طبعا الاستراحة أجرى تبديلين، شاهدنا لؤي العاني وإبراهيم سعادة يدخلان الآن. طبعا نادي أربيل أنهى الشوط الأول متفوقا على نادي القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. سجل الأهداف شيرسود تيمروف الأوزبكي في الدقيقة 26، والهدف الثاني هدف الدقيقة الأولى من الوقت المضاف من الشوط الأول عن طريق التونسي معتز إصدام. بينما هدف نادي القرمة سجله مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 44. أيضا شاهدنا تبديلين، تبديل للقرمة تبديل مبكر، خروج أيمن حسين ودخول عمروش، وايضا خروج الارجنتيني لاعب نادي اربيل كيفن سيغاس، وطبعا دخول اللاعب زفين منصور. هنا الكرة وتصل سهلة لكميل سعد الذي طبعا صنع الهدف الأول. الهدف الأول نادي الأربيل كانت من صناعته، طبعا خروج سجاد جاسم ومؤمل عبد الرضا صاحب الهدف. التعادل بالنسبة لنادي طبعا أربيل قبل أن يتقدم نادي أربيل بالهدف الثاني. خرج ودخل لؤي العاني وأيضا إبراهيم سعادة بديلا لسجاد جاسم. الآن تشكيلة نادي القرمة تكون على النحو الآتي: في حراسة المرمى محمد حميد، محمود خضير، أيوب مودن، كرار عامر، محمد أبو حشيش، علي محسن، إبراهيم سعادة، لؤي العاني، علي علوان، أمور فيصل، عمروش. وهنا الخطورة من مصطفى، خطأ لمصلحة مصطفى قابيل الذي يطالب بورقة صفراء، يطالب بورقة صفراء. طبعا يعني السيد أحمد خلف أجرى تبديلين من أجل تعديل الأوضاع. هل يعود نادي القرمة كما عاد أمام النفط؟ كان متأخر بهدف ومن ثم قلب المباراة في الدقائق 10 الأخيرة
وسجل هدفين علي علوان وفاز على النفط. هل يستطيع العودة أمام فريق أربيل؟ هنا شاهد الخطأ والبطاقة الصفراء على إبراهيم سعادة اللي دخل في بداية الشوط الثاني. طبعا تشكيلة نادي أربيل: كميل سعد في رأس المرمى، علاء رعد، هارون زبيدي، محمود ديارة، انياس محمد، همام طارق، اكو حزير، معتز دام، مصطفى قابيل، وسيفين منصور، وشيرزود تيميروف. من على التصويب؟ هلا الاوزبكي تيميروف الاوزبكي متصدر هداف في دوري نجوم العراق 25-26 بأربع أهداف، سجل ثنائية في مرمى النجف وهدف في مرمى الميناء، والآن أيضا يزور شباك القرمة. خاطئ على إبراهيم أو بطاقة صفراء على إبراهيم سعادة وليس مؤمل عبد الرضا. الآن من على التصويب؟ هنا التصويبة، يا الله، بعيدة 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 إلى الخارج، ركلة مرمى، ركلة مرمى. طبعا شاهدنا جمل تكتيكية جميلة نادي الأربيل في الشوط الأول، يعني خاصة الهدف الثاني يعني تمريرات جميلة وجميلة جدا، وخاصة التمريرة الحاسمة لمصطفى قابيل الذي وضعها لمعتز دام بطريقة جميلة جدا. إبراهيم سعادة يضغط مصطفى قابيل على إبراهيم سعادة لكن ينجح بالمرور والتمرير لأموري فيصل. أموري يحاول المرور، أموري لعبها إلى علي محسن، إلى لؤي، إبراهيم سعادة ثلاثي خط الوسط، علي محسن وإبراهيم سعادة ولؤي العاني. محمود خضير إلى علي محسن، من جديد سعادة إلى لؤي العاني، تصويبة لؤي العاني ضعيفة جدا إلى الحارس كميل سعد. شاهدناه في الموسم الماضي مع نفط البصرة وأيضا مع منتخبنا الأولمبي. شاهد لؤي العاني الذي دخل في بداية الشوط الثاني وحاول التصويب من هذه المسافة، لكن تصويبته أتت ضعيفة بأحضان الحارس كميل سعد. سفين منصور بالراس إلى محمود خضير، يحاول فريق القرمة دائما فريق أربيل يدافع من الأمام، بلوك الدفاعي متقدم، وصلت إلى علي علوان الخطير الذي صنع الهدف لنادي القرمة. هنا عمروش، تغيير اللعب هناك لجهة اليمين، أموري فيصل من أمام همام طارق. الخبرة والشباب، الخبرة تفوقت على الشباب، همام طارق الذي كان سببا رئيسيا بالهدف الثاني لنادي أربيل بعد ما أبعد الكرة من أمام مؤمل عبد الرضا، وصلت لتيميروف وبعدها طبعا لعب الكرة لمصطفى قابيل وصناعة من مصطفى قابيل لمعتز صدام، والهدف الثاني كان هنا همام طارق وخطأ على إبراهيم سعادة. حذار يا إبراهيم سعادة، لديك بطاقة صفراء، وإن ظهر اللون الأصفر يظهر معه الأحمر. أكو حزير لاعب خط الوسط، لاعب مجهودات بدنية عالية من أكو حزير. بالسلامة لأموري فيصل بعد الكرة المشتركة مع همام طارق. أكيد يعني فريق، يعني هناك كلام ما بين عمروش وعلوان يقول هناك كوع من همام طارق. بالسلامة لأموري فيصل والسلامة لجميع الموجودين. هنا اللقطة ما بين همام طارق وأموري فيصل. نعم شاهد، هل كان هناك كوع؟ نعم كان هناك كوع. نعم في هذه الزاوية نعم كان تدخل، يعني تدخل قوي من همام طارق، لكن الحكم أحمد عسكر يعني المخرج يشير بأصابع الاتهام على أحمد عسكر بأنه لم يحتسب خطأ في اللقطة الماضية، لكن تبقى هكذا حالات هي تقديرية بالنسبة لحكام اللقاء. هذا هو باسم قاسم. هل يستطيع إحراز اللقب؟ كلام ما بين أمير حسين وأحمد خلف. خطأ الآن لمصلحة نادي أربيل. انياس محمد، هناك يعني على ما يبدو هناك دماء. نعم الإصابة على مستوى الوجه. همام طارق يحاول همام، لكن أحمد عسكر يطلب بإعادة لعب الكرة من مكانها. أربيل صاحب الأربع ألقاب دوري، الفريق الذي وصل في مناسبتين إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكن خسر النهائيين. أكيد يعني الأمور، يعني كنا نمني نفسنا يحرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي، لكن خلاص كرة القدم لا تعطيك كل ما تتمناه. كرة الآن علي علوان، تمريرة علي علوان خاطئة، قطعت من انياس.
عادل تزفين منصور له امام طارق مجددا، تمريرات سريعه، هنا التحول الى تيميروف، لكن ايوب مودن صراع مغربي اوزبكي، ومن المحتمل ان نشاهد هذا الصراع هناك في مونديال الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، لكن مصطفى قابيل تمريره قصيره تيميروف، ثنائي متفاهم بصوره كبيره، وصلت الى معتز لكن قصيره وقطعت، تمريره علي محسن الى محمود خضير، مرور جميل محمود خضير من امام زفين منصور الى اموري فيصل، اموري تمريره طويله باتجاه علي علوان، باتجاه الخطير، باتجاه الذي يملك الحلول كما شاهدنا في هدف القرمه الوحيد لغايه الان. نعم، الحل مع هذا الرجل على مستوى المقدمه، لكن بعد دخول لؤي العاني، ايضا لؤي العاني يمتاز بصناعه الالعاب. هنا التمريره 1-2 ما بين، وهل هناك خطا، لا وجود الخطا، رميه جانبيه، هذا هو علي محسن بالسلامه. كانت لقطه ما بين علي محسن ومعتز صدام صاحب الهدف الثاني، السلامه لمعتز صدام. ايضا يعني كثره سقوط اللاعبين على ارضيه الملعب تفسد المباراه، وايضا يعني تقتل رتم اللقاء، دائما ما نشاهد الحالات المتكرره لسقوط اللاعبين ولفترات طويله، يعني خلال 7 دقائق من الشوط الثاني شاهدنا اموري فيصل والان معتز صدام، وبالتالي تقلل من سرعه المباراه. يحاول مصطفى قابيل مع كرار عامر، والابعاد من كرار عامر الى الخارج الى رميه جانبيه، وسط اعتراض، كان يطالب بخطا، اكيد مشاكس مصطفى قابيل، مهاجم مشاكس مصطفى قابيل، وايضا خطير جدا، ان لم يسجل يصنع، وكما شاهدنا صنع الهدف الثاني. هذا هو مصطفى قابيل، استلام للكره، تمريره لتيميروف، كأن هناك مجسات ما بين مصطفى قابيل وتيميروف، يعني كأن هناك يعني تواصل على مستوى الأحاسيس ما بين الثنائي تيميروف ومصطفى قابيل، يعني يعرف تماما مصطفى قابيل وتيميروف أين يقف أحدهما، يعني يعرف تماما عندما تكون الكرة مع مصطفى قابيل كأنه يحس أين يقف تيميروف، والعكس عندما تكون الكرة مع تيميروف، يعني الثنائي متفاهم بصورة كبيرة جدا. هذا مصطفى قابيل يصارع ويقاتل على الكرة، يحاول على رعد، دربكة والإبعاد والتشتيت، مامادو رأسية، قطعت عادت إلى كرار عامر بحثا عن بناء اللعب من الخلف والهجمة المنظمة والمركزة لمصلحة نادي القرمة. أموري فيصل مجددا لمحمود خضير، عودة لاعبي نادي أربيل والهدوء لدى نادي القرمة، كرار إلى علي علوان، تمريرة لأبو حشيش الثنائي الأردني، النشامة هنا مع الصقور، قطعت من علي محسن، عادت لمصطفى قابيل، مصطفى يحاول بالمهارة والسرعة يبحث عن تيميروف، لكن يختار الحل الفردي، سعادة مع مصطفى، يحتفظ بالكرة مصطفى ولا وجود للخطأ، الحكم قريب جدا، قطعت الكرة من محمود خضير، عادت لمصلحة إبراهيم سعادة لنادي القرمة، عمروش يحاول، لكن أيضا افتكت الكرة بالقوة من سيفين منصور، صراعات بدنية قوية ما بين الفريقين، هنا اكو حزير، تمريرة على رعد من امام ابو حشيش، لكن ابو حشيش اقرب ويمرر الى كرار لابو حشيش مجددا، يضغط لاعبي نادي اربيل على لاعبي نادي القرمة من اجل التشتيت وعدم اعطائهم المساحة والوقت من اجل التحول السريع من الدفاع الى الهجوم. محمود خضير شاهد يضطر لاعبي نادي القرمة لعب الكرات في الخلف بسبب يعني الضغط الذي يفعله ويعمله لاعبين نادي أربيل. أبو حشيش يحاول، أبو حشيش إلى علي محسن، طالت على علي محسن، قطعت تيميروف، معتز صدام باتجاه مصطفى قابيل، الاستلام يفرق، مصطفى قابيل، الله على الاستلام والله على التصويب، لكن اصطدم هذه المرة بمحمد حميد الذي كان مركز بهذه الكرة. كود مصطفى قابيل أن يضيف الهدف الثالث لنادي أربيل، لكن محمد حميد منع كرة الهدف الثالث. أبو حشيش لمصلحة نادي القرمة، نادي أربيل يلعب على أخطاء القرمة، نعم يلعب على أخطاء القرمة، يعني شاهدنا
في كل مرة يستطيع لاعبي نادي أربيل أن طبعا يلعبون خلف دفاعات نادي القرمة. دفاعات نادي القرمة غير متماسكة، يعني هو لم يستقبل في 3 مباريات سوى هدف واحد، لكن الآن نتكلم عن 57 دقيقة استقبل هدفين، ومن الممكن أن نشاهد أكثر من الهدفين. نادي القرمة دفاعات اليوم ليس بأفضل أحوالها. هذا الخطير قابيل، نعم شاهد التمريرة من معتصم صدام باللمسة الأولى، لا وجود للتسلل. شاهد كيف استلم الكرة، يا الله. وهنا تصويبة لكن ضعيفة من أبو حشيش، سهلة بإعطاء الحارس كميل سعد. الوضع على الصورة، هذا هو أبو حشيش، تلعب الكرة من كميل، كرة العالية، يضغط تيميروف بالقرب من أيوب مودن، لكن سهل هذه المرة لمحمد حميد. متفطن هذه المرة محمد حميد لكرة أيوب مودن الذي عاد الكرة بالرأس. أبو حشيش، علي محسن في وسط الملعب، إبراهيم سعادة، علي محسن لأموري فيصل، أموري. دفاعات أربيل قوية جدا، لا تعطي المساحة ولا وجود لأي زاوية من أجل التمرير إلى الأمام، من أجل لعب الكرات البينية. إلا إذا كان هناك كلام آخر لإبراهيم سعادة. شاهد القتالية، روح قتالية كبيرة للاعبين نادي أربيل. هناك حزير يلعب على رعد يحاول بالقرب من تيميروف أو مصطفى قابيل، لكن قطعت من كرار عامر، وتيميروف زعلان كان يطالب بالكرة. وصلت لأموري فيصل يبحث عن المرور من أمام معتز، مرروا الكرة إلى محمد أبو حشيش لمصلحة نادي القرمة. نادي القرمة بطيء جدا بنقل الكرات إلى الأمام، يعطي الوقت والمساحة من أجل عودة لاعبي نادي أربيل إلى الخلف، من أجل الدفاع، من أجل تنظيم الصفوف الدفاعية وعدم إعطاء أي فرصة لنادي القرمة من أجل طبعا الخطورة على المرمى. لكن على علوان هذا هو الخطير والتمريرة، لكن قطعت وابعدت. مصطفى قابيل يضغط على كرار عامر، يمرر الكرار لمحمد حميد بدوره إلى أيوب مودن. الكرة استرجعت سريعا من لاعبي نادي القرمة بالحيازة والاستحواذ، لكن الخطورة غير موجودة. الخطورة في الشوط الثاني كانت لمصطفى قابيل الذي كاد يسجل الهدف الثالث، لكن محمد حميد أبعد الكرة. تيميروف يقف على الكرة، يريد استهلاك بعض الوقت من أجل طبعا الثواني، من أجل الاحتفاظ على الكرة، يعرف تماما. ومباشرة لاعبين نادي القرمة أعادوا الكرة، نعم استحوذوا على الكرة. يعني لاعبين نادي أربيل لا يستطيعون الحفاظ على الكرة. كنا مصطفى قابيل ممتازة من مصطفى، وصلت إلى معتز صدام، والحكم يعطي الادفانتج للاعبين نادي أربيل. معتز صدام يلعب الكرة للخلف، يضغط عمروش على هارون زبيدي إلى على راعد 1-2، لكن اصطدت بأبو حشيش إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. على رعد على لعب الرمية الجانبية، تيميروف إلى معتز، على رعد يحاول، قطعت من أبو حشيش، كرار عامر أمامية باتجاه عمروش يحاول، لكن دفاع قوي من نياز. وهناك خطأ دخول قوي كان من نياز على عمروش، خطأ لمصلحة نادي القرمة. ساعة من اللعب مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم نادي أربيل على نادي القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. نعم شاهد الدخول ما بين نياز محمد وعمروش، بالسلامة لعمروش اللي شاهدناه في الموسم الماضي في دور الدرجة الممتازة. شاهد الاستلام، الله على الاستلام من مصطفى قابيل. نعم هو استلام، هو فتح لنفسه زاوية، هي تصويبة، يعني مثل ما نقول اللاعب المهاري واضح تماما، يعني لاعب مهاري وهداف بالفطرة. مصطفى قابيل تكلم عن لاعب صغير 20 عام فقط. هنا تصويبة من سعادة كاد أن يسعد جماهير القرمة المتواجدة في ملعب دهوك وخلف الشاشة، الذين يشاهدون من مختلف مناطق محافظة الأنبار وأيضا بقية المناطق التي تشاهد القرمة. طبعا حتى هناك جماهير عربية تتابع دوري نجوم العراق، وبالذات تتابع نادي القرمة بعد الصفقات القوية والهالة الإعلامية الكبيرة. هنا الركنية الآن بعيدة تماما من أمور فيصل إلى الخارج،
لكن تصويبة قوية من إبراهيم سعادة. أتت الحلول من خارج منطقة الجزاء من إبراهيم سعادة النجم الأردني. وكميل سعد الذي يبعد الكرة على ركنية. شوت كميل سعد يقف تماما لتصويبة إبراهيم سعادة وابعد الكرة. شاهد الإبعاد من أكثر من زاوية. نعم كميل سعد مركز تماما بهذه الكرة وابعدها على ركنية. يحاول الآن معتز دام تيمروف قصيرة قطعت عادت سريعة لمصلحة نادي القرمة. علي محسن إلى أموري فيصل. أموري يحاول نادي القرمة من جديد لمحمود خضير. تمريرة هناك في جهة اليمين. أموري فيصل يحاول لكن قطع الكرة من الفرنسي ديارة. دخول قوي جدا أو من انياز. نعم من انياز. دخول قوي كان من انياز محمد وابعاد الكرة الى الخارج. رمية جانبية لعبت سريعا. شاد تدخل. الله على الروح القتالية واضحة تماما. الروح القتالية لدى نادي أربيل. وهناك اعتراض وبطاقة صفراء على من؟ على لؤي العاني يعترض وبطاقة صفراء على البديل الذي دخل في الشوط الثاني. أولى البطاقات أو ثاني البطاقات الصفراء على فريق القرمة، والبطاقات الصفراء أتت على اللاعبين البدلاء الذين دخلوا في بداية الشوط الثاني. إبراهيم سعادة والآن لؤي العاني. يعني شاهد ما لؤي العاني كان يطالب بخطأ. هل كان هناك دفع من قبل الفرنسي مامودو ديارة 27 سنة هذا الفرنسي. وهذا الحكم المساعد الثاني علي مازن يقول لا وجود لشيء وبسبب الاعتراض. مبالغة كبيرة بالاعتراض من لؤي العاني. نعم لا داعي لهذه المبالغة. خلاص الحكم قريب والمساعد قريب وبالتالي علينا احترام قرار الحكم. يعني خلاص بماذا استفدت من هذا الاعتراض سوى البطاقة الصفراء. كرة طويلة من كميل. محمود خضير بالرأس. علي محسن أيضا بالرأس مرة أخرى. أموري فيصل استلم الكرة. أموري قطعت عادت. هنا التصويبة والمتابعة موجودة. يا الله يا مصطفى قابيل يريد أن يسجل هدف الجولة بطريقة جميلة جدا. لكن هذه المرة اصطدم بالدفاعات. قبلها اصطدم بالحارس محمد حميد. وهذه المرة بدفاعات نادي القرمة. مصطفى قابيل مصر على تسجيل هدف في هذا اللقاء، لكن في كل مرة يصطدم بأحد المدافعين. ومن قبلها اصطدم بمحمد حميد. شاد تصويبة كحزير أبعد محمد حميد والمتابعة كانت من مصطفى قابيل لكن أبعدت من الدفاعات. إبراهيم سعادة مع الكرة. الأربيلي الهوليري أخطر. نعم الحيازة والاستحواذ لمصلحة نادي القرمة. لكن أربيل أخطر في أكثر من مرة شاهدناه. وصل إلى مرمى نادي القرمة يبحث عن الحلول. وجد الحل بتصويبة إبراهيم سعادة لكن تصدى لها كميل سعد. نشاهد علي علوان ينتقل ما بين اليمين واليسار من أجل إيجاد هذه الحلول، من أجل إيجاد المساحة. سعادة تمرير لؤي العاني لكن الإبعاد من إنياز يقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي. قطعت الكرة عادت للقرمة. عادت إلى الصقور الغربية الذين يريدون أن يعدل النتيجة. هنا الآن المرور من أيوب مودن يبحث عن المرور. مر أيوب إلى لؤي العاني. لؤي هل يصوب؟ تصويبة لؤي اصطدت وإلى الخارج. نعم سلاح التصويبات من خارج منطقة الجزاء يستخدمها القرمة الآن وأيضا استخدمها الهوليري. هل يستطيع القرماوي أن يعدل النتيجة عن طريق الكرات الثابتة؟ أموري فيصل هل ينجح الفريق القرمة أن يعدل عن طريق الكرات الثابتة أم دفاعات أربيل تبقى؟ نعم دفاعات أربيل قوية. مصطفى قابيل أبعد هذه الكرة في السراء وفي الضراء، في الدفاع وفي الهجوم. أي قابيل هذا، أي لاعب هذا، في الواجبات الدفاعية موجود، في الواجبات الهجومية موجود. عيني باردة عليك يا مصطفى يا قابيل. بالسلامة لمصطفى قابيل بعد الكرة الأخيرة المشتركة مع أيوب مودن. نعم كانت الكرة مشتركة ما بين المغربي أيوب مودن ومصطفى قابيل. انتقل
طبعا ما بين ايوب مودن ومصطفى قابيل، بعدما كان مصطفى قابيل يعاني منه ايوب مودن على المستوى الهجوم هناك، الان هو ايوب مودن الذي يهاجم مصطفى قابيل، هو الذي يدافع في هذه اللقطة، في لقطة الركلة الركنية. نعم لاعب مشاكس جدا مصطفى قابيل، وأبعد الرأسية من أمام أيوب مودن. هل هناك بطاقة صفراء على أيوب مودن في هذه اللقطة؟ أحمد خلف ما زال لم يجد الحلول اللازم من أجل العودة بنتيجة الشوط الثاني. أكيد يجب الخروج خارج الملعب بالنسبة لأيوب مودن. هذا هارون زبيدي اللاعب اليماني، ونعرف اللاعب اليماني يعامل معاملة اللاعب المحلي. بالسلامة لمصطفى قابيل، وأيضا السلامة لأيوب مودن. هنا أيضا تبديلين، تكلم عن دقيقة 68 ويستنفذ المدرب أحمد خلف تبديلات أحمد ماكنزي، ولم نشاهد اللاعب الآخر. ركلة مرمى الآن، خروج علي محسن، وهنا منتظر عبد الأمير، أيضا منتظر عبد الأمير بديلا لأموري فيصل. وخروج علي محسن ودخول أحمد ماكنزي. أحمد ماكنزي بديلا لعلي محسن، وأيضا تبديل في صفوف نادي أربيل، دخول اللاعب بافل راندوفيتش. كرة الآن وصلت الآن لراندوفيتش، قطعت الكرة، هناك همام طارق، تمريرة أمامية سهلة لمحمد حميد. يدخل الآن الصربي بافل راندوفيتش. نعم نعرف الصرب والكروات الاتش، فبافل راندوفيتش مع هذا هو بافل الصربي المهاجم الطويل إلى مصطفى قابيل هناك في جهة اليسار، يحاول مرور أمام محمود خضير. مصطفى قابيل يحاول استعراض المهارة والتمريرة لأكو حزير باتجاه بافل لمن يا بافل وابعاد الكرة وصلت لهارون زبيدي من جديد، لعب الكرة العالية، وهناك خطأ على تيميروف، خطأ على اللاعب تيميروف اللاعب الأوزبكي لمصلحة محمد أبو حشيش. وسام طالب هو الذي يوجه وينبه، لا متأثر بسيميوني، كابتن وسام طالب متأثر بسيميوني. نعم كانت لديه معايشة هناك مع نادي أتلتيكو مدريد مع المدرب سيميوني. أكيد يعني هكذا معايشات تعطي الخبرة والتجربة لأي مدرب. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ يوقف المباراة ويتجه نحو من؟ نحو دكة بدلاء نادي أربيل. تكلم مع من؟ أحمد عسكر. أقل من 20 دقيقة على نهاية هذا اللقاء، وتقدم فريق نادي أربيل على نادي القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. كلام مع مشرف المباراة من قبل أحمد عسكر، هل هناك شيء خلف الكواليس؟ على العموم نعود إلى المباراة وتستأنف المباراة بعدما توقفت لثواني. يحاول الآن منتظر عبد الأمير الذي دخل بديلا لأموري فيصل. إبراهيم سعد إلى لؤي العاني، تمريرة عمروش إلى لؤي العاني. يحاول فريق القرمة أن يعدل النتيجة. ماكنزي يحاول المرور، ماكنزي لعب الكرة، اصطدت بزبيدي من جديد. ماكنزي يحاول لكن دفاع قوي من هارون زبيدي، وركنية لمصلحة نادي القرمة. وهارون زبيدي يقول الكرة لمست ماكنزي
ماذا حسب حكم اللقاء؟ هل ركنية أم ماذا؟ نعم ركنية. أحمد مكنزي البديل على لعب الركلة الركنية. مكنزي على لعب الركلة الركنية. رابع ركنية للقرمة، رابع ركنية للقرمة تلعب على القائم الأول. لكن ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ إعادة تنفيذ الركلة الركنية. ويتكلم أحمد عسكر مع من؟ أحمد محمد عسكر يتكلم مع من؟ ينبه ويحذر اللاعبين. يعني نشاهد هناك صدامات واحتكاكات، أوزبكي مع مغربي، أوزبكي مع مغربي. نعرف طبيعة الأوزبك وطبيعة المغاربة. هنا الركنية والمحاولة سهلة لدى كميل سعد، سهلة لدى كميل سعد. حاول عمروش بالكرة لكن سهلة بأحضان الحارس كميل. شاهد الكرة لم تأتي كما يريد عمروش، ووصلت سهلة لكميل سعد. نعم يطمئن على كرته كميل سعد. كرار عامر، تعود الكرة سريعة لمصلحة نادي القرمة. أيوب إلى كرار لأيوب، مجددا لمصلحة نادي القرمة، يضغط إلى الأمام. كرار إبراهيم سعادة، وصل في منتصف الملعب لكن قطعت من ديارة إلى بافل راندوفيتش. تمريرة خاطئة. إبراهيم سعادة لمصلحة لوي لأبو حشيش، ثنائي جهة اليسار الآن ماكنزي وطبعا محمد أبو حشيش. كرة بعيدة تماما. همام طارق يلعب الكرة الأمامية باتجاه مصطفى قابيل، رأسية مصطفى قابيل إلى بافل. ماذا تفعل يا راندوفيتش؟ تيموروف كان ينتظر الكرة لكن حاول لعب الكرة لمصطفى قابيل لكن قصيرة وقطعت. راندوفيتش الذي دخل بديلا لزفين منصور، وزفين منصور الذي دخل بديلا في الشوط الأول للأرجنتيني كيفن ويليام. كرة الآن لأحمد ماكنزي يحاول المرور، مار ماكنزي، عدى ماكنزي لكن على رعد. دفاع قوي جدا. يحاول الآن ماكنزي، هنا الرأسية والإبعاد من ياسر محمد، والمحاولة الخطيرة على علوان الخطير، تصويبة لكن هارون زبيدي أبعد الكرة. هارون زبيدي للخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. ربع ساعة أخيرة على نهاية هذا اللقاء وما زال التفوق لنادي أربيل منذ الشوط الأول. نعم نتيجة الشوط الأول لغاية الآن صامدة في الشوط الثاني. بالسلامة اللاعب نادي أربيل. ربع ساعة أخيرة. هذا هو عمروش يتكلم مع هارون زبيدي. بالسلامة لنياس محمد. شاهد على علوان حاول لكن شاهد تركيز كبير من هارون زبيدي. شاهد الروح القتالية لهارون زبيدي في التصدي لكرة علي علوان. باسم قاسم أكيد يتكلم. هل هناك تبديل آخر على ما يبدو؟ نعم تبديل آخر. اللاعب أحمد زيرو سوف يدخل في الدقائق القادمة على ما يبدو. بديل اللي على رعد. ركنية الآن، ركنية 5 في اللقاء لمصلحة نادي القرمة. منتظر عبد الأمير على لعب الركلة الركنية. منتظر. هل تكون هذه الركنية هي سبب التعديل؟ هنا الرأسية من عمروش، والله أي كرة ضيعت يا ماكنزي على خط ال6 ياردة، والكرة في مواجهة المرمى وتلعب الكرة بهذه الطريقة. شوهد ماكنزي، رأسية من عمروش إلى ماكنزي الذي كان بمواجهة المرمى تماما. نعم بمواجهة المرمى تماما، وضع هذه الكرة بهذه الصورة. صعب جدا. نعم صعب جدا تصديق ما يحدث. نعم يا ماكنزي
اللي يضيع يقبل، اللي يضيع هكذا كرات عليه أن يتقبل إذا دخل مرماه هدف. هنا الراسية أقرب لها أيوب مودن، أيوب يحاول يضغط تيميروف، كرار إلى أبو حشيش، تيميروف مجددا إلى الخلف، لوي العاني مصلحة فريق القرمة. لوي العاني هنا التمريرة لأحمد ماكنزي، أحمد ماكنزي يحاول المرور، يضغط عليه على رعد، يضغط على رعد على أحمد ماكنزي، خطأ لمصلحة نادي القرمة. شاهد اللقطة، شاهد اللقطة والضغط القوي. نعم يقاتلون، كأنك تشاهد مقاتلين، خاصة تتكلم عن الخط الدفاعي، يقاتلون الخط الدفاعي لنادي أربيل أمام لاعبي نادي القرمة. أحمد ماكنزي يلعب الكرة العالية، هنا الإبعاد رأسية من إنياس محمد، مصطفى قابل يضغط على إبراهيم سعادة، ممتاز إبراهيم سعادة، تمرير إبراهيم سعادة لعلي علوان، علي علوان بالقرب من مامادو، علي علوان تصويبه، يا الله يا الله، كاد أن يغالط الحارس كميل سعد، لكن تصويبته ذهبت إلى الخارج، إلى الخارج من علي علوان. والكرة الآن لمصلحة نادي أربيل، شاهد تمريرة سعادة الجميلة، وعلي علوان من أمام مامادو صوب الكرة، لكن الكرة بعيدة. نعم بعيدة، حاول أن يغالط كميل سعد، لكن الكرة ذهبت بعيدة إلى الخارج لمصلحة نادي أربيل. رمية جانبية على رعد، لعب رمية جانبية وصلت إلى بافير راندوفيتش، لكن قطعت من أبو حشيش إلى أيوب مودن، مودن مار من أمام راندوفيتش إلى ماكنزي، ماكنزي وصلت إلى لوي العاني. نعم خطأ، الحكم أعطى الادفانتج، أعطى الاستمرارية، وبعدها بعدما شاهد الكرة فقدها لاعبي نادي القرمة أعطى خطأ لمصلحة نادي القرمة. لاعب الخطأ إلى منتظر عبد الأمير، منتظر من أمام همام طارق، منتظر يحاول المرور، مرر الكرة لعلي علوان، علي علوان قصيرة قطعت من معتز صدام. إبعاد للكرة، لاعبي نادي أربيل يرجعون للخلف، ونادي القرمة يحاول أن يضغط من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن لغاية الآن لا وجود للحلول الهجومية الكافية بالنسبة لنادي القرمة. هناك خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على معتز صدام، بطاقة صفراء على معتز صدام. نعم بعدما نال اللاعب الأرجنتيني كيفن ويليام، والآن معتز صدام ثاني بطاقة صفراء. شاهد الكرة، نعم هذه اللقطة، والخطأ كان موجود على معتز صدام اللاعب التونسي، خطأ لمصلحة نادي القرمة. هل هناك تبديل لمصلحة نادي أربيل؟ 10 دقائق، 10 دقائق على نهاية 90 دقيقة. نودوكو جونيور الآن، نعم لاعب نودوكو جونيور لاعب نادي أربيل يدخل الآن، المدافع بديلا لعلى رعد. خطأ الآن لمصلحة نادي القرمة، تلعب الكرة من ماكنزي عالية داخل منطقة الجزاء الرئيسية وإلى الخارج، إلى الخارج لمصلحة نادي أربيل. نعم ركلة مرمى، حاول عمروش عمر عبد مشباس، لكن هذا وراندوفيتش اللاعب الصربي الذي أيضا دخل بديلا في الشوط الثاني. تلعب الكرة لمصلحة نادي القرمة، يحاول عمروش، وهناك خطأ لمصلحة عمروش على النيجيري الذي دخل قبل قليل، نوكو جونيور هاريسون. شاهد ودخول قوي كان على اللاعب جونيور اللاعب النيجيري،
جونيور طبعا المباراة السابقة لم يشترك، لعبوا مباراتين وهذه المباراة الثالثة، مباراتين كلاعب أساسي ومباراة كلاعب احتياط. تلعب الكرة الطويلة من جونيور، راسية نياز، يحاول نياز الآن هل يلعب كمدافع يمين وثلاث قلوب دفاع. هنا مرور جميل من اكو حزير، مرور جميل من اكو حزير. حذار يا لؤي العاني، حذار يا لؤي العاني، لديك بطاقة صفراء. خطأ كان على لؤي العاني، حكم قريب جدا وبالتالي ينبه لؤي العاني شفهيا. خطأ لمصلحة نادي اربيل. دقائق أخيرة على نهاية أحداث هذا اللقاء. منتظر عبد الأمير إلى علي علوان، علي علوان يحاول لكن قطعت من تيميروف. يعني شاهد الواجبات الدفاعية التي يقوم بها تيميروف ومن قبله مصطفى قابيل. نعم واجبات الدفاعية موجودة للثنائي الهجومي، لكن الآن تيميروف هو يلعب على جهة اليسار ويلعب كمهاجم صريح الصربي بافير راندوفيتش. لؤي العاني تغيير اللعب تماما إلى جهة اليسار لمحمد أبو حشيش. أبو حشيش إلى ماكنزي، إلى أبو حشيش، 1-2 جميلة. أبو حشيش انطلاق يحاول المرور لكن مصطفى قابيل، الله الله على مصطفى قابيل أبعد الكرة. وهل هناك خطأ؟ هل هناك خطأ؟ نعم خطأ على مصطفى قابيل، خطأ على مصطفى قابيل بعد الدخول على أبو حشيش ويعتذر بروح رياضية. نعم لاعب خلوق مصطفى قابيل. شاهد دخول قوي من مصطفى قابيل، نعم شراسة وقتالية واضحة تماما للاعبين نادي اربيل. باسم قاسم أكيد زرع هذه الثقافة. نعم كرة القدم لا تكفي المهارة ولا تكفي الرشاقة ولا تكفي، لكن تبقى القتال والحماس والرغبة بالفوز هي الأهم. أهم شيء في كرة القدم أن تكون لديك عقلية الانتصار من أجل أن تنجح في عالم كرة القدم. خطأ الآن قريب على منطقة الجزاء، هل ينجح نادي القرمة أن يعدل النتيجة؟ هو سجل في هذه الدقائق أمام نادي النفط، هل يسجل في مرمى نادي اربيل؟ هنا ابعاد الكرة والمحاولة والتصويبة من محمود خضير الذي حاول أن يصوغ من هذه المسافة البعيدة، لكن الكرة للخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي اربيل. حاول محمود خضير، حاول نادي القرمة أن يسجل من خارج منطقة الجزاء، لكن تصويبات فريق القرمة مرة أبعدها كميل ومر الكرات إلى الخارج. تمريرة طويلة من كميل، رأسية محمود خضير والكرة هل خرجت؟ نعم خرجت إلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي اربيل. أمام طارق أحمد خلف ينتظر ويترقب ماذا سوف يحدث في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء. هل يعود إلى التعادل؟ مثل ما ذكرت هي مباراة ال6 نقاط، يعني الفائز اليوم في هذا اللقاء سوف يتصدر الدوري بانتظار بقية المباريات. نعم الجولة الأخيرة قبل أيام الفيفا داي، ومن ثم الذهاب بعد هذه الجولة الذهاب إلى الفيفا داي وتصفيات كأس العالم والملحق. هنا التصويب المسافة بعيدة والكرة ضعيفة إلى الخارج. توفيق كل التوفيق لأسود الرافدين أمام السعودية وأمام اندونيسيا. طبعا بعدها توقف طويل، وبعد التوقف اربيل سوف يلعب مع الشرطة في مباراة قوية جدا، والقرمة سوف يستضيف نادي الكهرباء. لؤي العاني تمريرة باتجاه منتظر عبد الأمير، منتظر يلحق بالكرة قبل أمام طارق. نعم يلحق بالكرة، منتظر يحاول المرور من أمام همام، مر منتظر، عدى منتظر بمهارة من منتظر، تمريرة عمروش، تصويبه وتصدي من هارون زبيدي، تصدي من هارون زبيدي من فعل هارون زبيدي. نعم حماس كبير لدى اليماني، لدى اليماني حماس كبير في كل كرة يتصدى لها. نشاهد كيف يصرخ ويلوح بيده إلى الجماهير. هنا التمريرة والمحاولة، لكن كميل سعد بكل ثبات يمسك الكرة، بكل ثبات يمسك الكرة. نعم شاهد العد، شاهد العد، قاعدة ال8 ثواني خلاص طبقت، وبالتالي الحارس لا يستطيع. شاهد هنا تصويبة عمروش التي اصطدت بهارون الزبيدي. نعم شاهد تصويبة وكانت المطالبة بركلة جزاء، هل لمست اليد أم لا؟ لكن الوضع التشريحي لليد شاهد لا وسام طالب لا هو متأثر بسيميوني،
ومتاثر بسيميوني وسام طالب. موفقيه، كل الموفقيه لمدربينا. كرة الآن يحاول منتظر عبد الأمير، مر منتظر، هنا التصويبة من منتظر لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما من منتظر عبد الأمير. التصويبات من خارج منطقة الجزاء مستمرة من لاعبي نادي القرمة. هل يكون الحل؟ هل يكون الحل لنادي القرمة؟ هل تكون العودة إلى نتيجة المباراة عن طريق الكرات الثابتة أم نادي أربيل يبقى صامد ويبقى محافظ على هذه النتيجة؟ شاهد جماهير أربيل تحاول أن تدعم وتساند لاعبين الهولير مصطفى قابيل، وهناك خطأ لمصلحة نادي أربيل. خطأ لمصلحة مصطفى قابيل واضح على الصورة. شاهد جماهير أربيل رغم أن المباراة في دهوك، لكن جماهير أربيل حاضرة بقوة، وأيضا نفس الحال جماهير القرمة، لكن المخرج لم يركز كثيرا على جماهير القرمة التي أيضا حاضرة في ملعب اللقاء. أحمد مكنزي، الله على المرور الجميل من مكنزي، والتمريرة أخطأ هارون إلى علي علوان الخطير، والتمريرة والإبعاد والمحاولة ما زالت، والكرة المشتركة، وهناك خطأ على سعادة، خطأ على اللاعب الأردني، كاد خطأ هارون زبيدي أن يكلف نادي أربيل هدف التعادل، لكن علي علوان حاول التمرير. شاهد الكرة المشتركة ما بين كميل سعد وهارون زبيدي وابراهيم سعادة. شاهد اي كرة، اي قتال على هذه الكرة، وبالتالي الحكم احتسب خطأ على ابراهيم سعادة بعد دفع على هارون زبيدي. هل هناك نعم، يعني ابراهيم سعادة يطالب بالخطأ، لكن الحكم يقول الخطأ على ابراهيم سعادة، وكميل سعد يطلب اللاعبين التقدم للامام، وباسم قاسم ايضا يطلب من اللاعبين التقدم للامام من اجل الحفاظ على هذه النتيجه. هل ينجح القرمه بالعوده كما عاد امام النفط ام اربيل يبقى متفوق، يبقى متقدم على نادي القرمه هل يتعرض الى الخساره الاولى في هذا الموسم؟ خلاص الدقيقه 90 على وشك النهايه، كم سوف يضيف حكم اللقاء؟ تيميروف إلى همام طارق، إلى تيميروف بالقرب منا راندوفيتش، لعبها لراندوفيتش لكن قطعت من لؤي العاني إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل يحاول أن يدافع عن هذه النقاط ثلاث مهمة جدا في سباق المنافسة على اللقب. أربيل بعد الانتدابات، بعد المجيء باسم قاسم عن اللقب، هنا تيميروف إلى مصطفى قابيل يحاول تهيئة الكرة إلى معتز صدام، تصويبا معتز لكن بعيد إلى الخارج، وهناك خطأ معتز صدام أيضا يعاني. شاهد تيميروف إلى مصطفى قابيل، أكيد الثنائي المتفاهم المنسجم، وهنا تصويبة معتز صدام، وطبعا شاهد حاول أن يصوب لكن كانت هناك مضايقة. عادت 5 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الثاني. هل هناك عودة للقرمة أم هناك هدف لأربيل؟ هل هناك تعادل أم يبقى أربيل متفوق ومتقدم ويحسم الأمور ويتحصل على 3 نقاط مهمة جدا من أمام القرمة، من أمام أحد المنافسين، وخاصة أنت تلعب في ملعبك. نعم، كل مباراة في ملعبك، يعني يجب أن تفكر ب3 نقاط، وأربيل يفكر ب3 نقاط. شاهد محمد أبو حشيش كان في موقف تسلل وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. باسم قاسم لاعب المونديالي في عام 86 الجيل الذهبي، وبطاقة صفراء على كميل سعد. تلعب الكرة العالية طويلة من كميل. تيميروف يحاول السيطرة على الكرة لم تخرج. نعم، معتز صدام إلى الخارج رمية جانبية. كرار عامر إلى أيوب مودن، هذا هو تيميروف
محمود خضير، ابراهيم سعاده، ابراهيم سعاده مع الكره، يحاول فريق القرمه علي علوان، علي علوان يحاول المرور، وهناك خطا، خطا لمصلحه نادي القرمه، لعبه سريعا الخطا الى منتظر عبد الامير الى ماكنزي، لكن همام طارق قطع الكره. ماذا هناك؟ نعم ركله مرمى، ركله مرمى على مبدا الكره اصطدت باحمد ماكنزي وذهبت الى الخارج. ندخل الدقيقه الثالثه، ندخل الدقيقه الثالثه من الوقت المضاف. نادي اربيل يحاول مع جماهيره، مع جماهيره، صراحه متعه واثاره، متعه واثاره في هذا اللقاء. هنا التمريره الطويله لكن قطعت وعادت لمصلحه نادي القرمه. كرار عامر، القرمه يسابق الزمن ويسابق النتيجه. وصلت لابراهيم سعاده، ابراهيم هناك لعلي علوان، علوان لماكنزي وقطعت من معتز صدام، قطعت من معتز صدام. يعني اليوم يعني لاعبين نادي اربيل قتاليه كبيره، نعم قاتلوا على الكره. ماكنزي تصويب المسافه بعيده وباحضان الحارس كميل سعد، نعم تصويبات كثيره من خارج منطقه الجزاء لفريق القرمه، لكن لم تأتي بالشيء الجديد بالنسبة لفريق القرمة. شاهد أحمد ماكنزي حاول التصويب لكن هذه المرة كميل سعد مسك الكرة. محمد حميد الذي يقطع بكرة الهدف الأول لنادي أربيل. كرة الآن لؤي العاني إلى منتظر عبد الأمير، منتظر عبد الأمير يحاول فريق القرمة إلى لؤي العاني، مار لؤي العاني لا وجود للخطأ. الحكم قريب جدا، الحكم قريب جدا وبالتالي يطالب باستمرارية اللعب. رمية جانبية لمصلحة نادي. هؤلاء جماهير القرمة، هؤلاء جماهير القرمة غير راضين عن النتيجة، كانوا يمنون نفسه تكون النتيجة أفضل، ويحاول الآن فريق القرمة. هل يعدل القرمة؟ هل يستطيع؟ لكن دفاعات أربيل قوية ومقاتلة. ندخل الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المضاف. نادي أربيل يبحث عن الثلاث نقاط. وصلت الآن محمود خضير، محمود إلى أيوب مودن، مودن إلى لؤي العاني والقرمة يضغط بحثا عن التعديل. يحاول الآن منتظر عبد الأمير، تعثر مع القرمة. هارون زبيدي يحاول يلعب الكرة إلى أين؟ إلى الخارج. رمية جانبية. أربيل يقاتلون لاعبي نادي أربيل من أجل هذه النقاط الثلاث، يحاولون بصمود الرجال داخل الملعب، يريدون أن يعودوا إلى المنافسة على لقب الدوري. وهنا صافرة أحمد عسكر يوني أحداث اللقاء بفوز نادي أربيل على نادي القرمة بهدفين مقابل هدف واحد. سجل أهداف تيميرو في الدقيقة 26 واللاعب معتز صدام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضاع في الشوط الأول، بينما هدف القرمة سجل مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 44. مبارك لأربيل وجماهير أربيل، هاردك للقرمة وجماهير القرمة. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.